احنا في شركة اس بنشرح كورس اللايت كارنت سيستمز. بنشرح تقريبا في حوالي 20 سيستم من سيستمز اللايت كارنت سيستمز، زي الفاير الارم، الكاميرات، الاكسس كنترول، البابليك ادرس، الانتروجن، الماستر كلوك، الاوديو فيجوال، التليفون، الداتا. 20 سيستم تقريبا. كل سيستم بنشرح الفانكشن بتاعته، الديتكشن بيتم ازاي، الكومبوننتس، ازاي نعمل الديزاين، ازاي نعمل الانستليشن بتاعه، الوايرنج بتاعه ايه. بناخد لكل سيستم بي او كيو، رايزر دروينج، ناخد السبيكس بتاعت كل سيستم، ازاي نعمل له فاينانشال اوفر، نشوف فيديوهات للكلام ده، بنشرح ازاي اصلا الدنيا بتمشي ازاي في المشاريع، دور الاستشاري ايه، دور المقاول ايه، انواع الرسومات، يعني ايه اف كيو، يعني ايه بي او كيو، سبيكس، الكلام ده. لما اجي اقدم تكنيكال اخد كود دي ولا سي ولا بي، يعني ايه الكلام ده. طب فاينانشال دي مناقصه ولا ممارسه ولا اسناد مباشر، بنشرح الكلام ده كله. كمان بنشرح شغل المكتب الفني، التكنيكال اوفيس، ازاي اعمل تكنيكال سبميتال، ازاي نعمل بري كواليفيكيشن، ازاي اعمل كومبلاينس شيت، سنجل لاين دايجرام، باتري كالكوليشنز، فولتج دروب كالكوليشنز، الكلام ده كله. كمان كل سيستم بنشرحه بناخد عليه اساينمنت، ازاي اعمل ديزاين، اعمل مشروع بنفسي واصمم الحاجات دي، اعمل فاينانشال اوفر، اشتغل على بي او كيو، ابقى افهمها كويس واطبقها. وكمان في اخر الكورس بنجمع العملي بتاع السيستمز دي كلها. بنشتغل تقريبا على اغلب السيستمز، حوالي 11 او 12 سيستم، نشتغل عليهم بايدينا، نشوف الديتكشن بيتم ازاي، الكابلات، التركيب، البروجرامينج بيتم ازاي، نعمل ازاي البرمجه بتاعت الفاير الارم على اللابتوب، البرمجه الكاميرات، الام في ار، الاكسس كنترول، وهكذا. احنا عندنا دلوقتي مثال كده بالنسبه للفاير الارم. ده بيبقى اكتر سيستم مهم من سيستمز اللايت كارنت، لان ده بيتكلم في لايف سيفتي شويه. يعني ممكن الكاميرات شويه تلاقي ناس فيها فاهمه، الاكسس كنترول اكتر كتايم اتندنس. الفاير الارم من اقوى السيستمز في اللايت كارنت، اللي هو بيتكلم في لايف سيفتي، وهو اللي هتلاقي تقريبا بيتعمل له انتجريشن مع اغلب السيستمز دي. تمام؟ فده كده مثال مبسط للفاير الارم سيستم. ان انت بيبقى عندنا ده ديمو كده للكنترول بانل. تمام؟ الديتكتورز بتاعتنا سواء سموك او هيت او بيم او فليم او ضغط، الكلام ده طبعا ده بنشرحه في الكورس بالتفصيل. عندنا انواع الموديولات كتيره، مونيتور موديول، ريلي موديول، كنترول موديول، زوم مونيتور موديول. كل واحد ليه نوع، ده بيعمل مونيتور، ده بيعمل كنترول. طب ده بيكنترول دراي كونتاكت ولا 24 فولت، نشرح برضه الكلام ده بالتفصيل. عندنا انواع الالارمات، يا اما جرس، يا اما سرينه، يا اما فلاشر، يا اما سرينه بالفلاشر، وبرضه هنقول الفروق ما بينهم. طب افرض انت شفت الحريق بعينك والديتكتورز ما لقطتش، فبتستخدم المانيوال بول ستيشن، وبرضه فيها منها انواع وكده. فده كده الايه السيستم ببساطه. طبعا ده منظر برضه كنترول بانل من جوه، بنشرح الكنترول بانل من جوه بالتفصيل. البورده دي عباره عن ايه، اللوبه بتاعتي فين، الروزيتا بتاعت اللوب، الروزيتا بتاعت دايره الاجراس. طب عندي هنا روزيتا اسمها اوكسيلري باور بستخدمها في ايه، الروزيتا بتاعت البريفرنس بوصل عليها ايه. عندي الروزيتات بتاعت الاون بورد ريلي للالارم والترابل والسوبرفايزري. نشرح طبعا بقى اللوحه من جوه بالتفصيل، والترانسفورمر، البرمجه اللي بعملها في اللوحه، والكلام ده كله. طب هنشتغل برضه على بقيه السيستمز كلها. عندنا زي بقيه الاكسسوارز بتاعت السيستم، الديتكتورز واللوحه بتاعت الفاير فايتنج والكلام ده. عندنا الديسيبلد الارم سيستم، عندنا الووتر ليكج سيستم، عندنا الماستر كلوك، عندنا السنترالات، التليفون، عندنا البابليك ادرس، عندنا الكاميرات الانالوج. تمام؟ عندنا الاكسس كنترول، عندنا النيرس كول، الانتركم، الكاميرات الاي بي. ده كله هنشتغل عليه عمله وهنشوفه في الكورس بتاعنا، وان شاء الله يبقى مفيد بالنسبه لكم.